السلام عليكم متتبعي الكرام، ومرحبا بكم في مقطع جديد. في هذا المقطع سنعرض لكم ما حدث في النزال الناري بين المدمر المغربي جمال بن صديق والمقاتل الروماني بنجامين ديكبوي، إذ أقيم اليوم أقوى وأعظم نزال كيك بوكسينج على مر التاريخ. في هذا النزال تمكن المدمر المغربي جمال بن صديق من تحطيم خصمه الروماني بنجامين ديكبوي وجعله جثة هامدة وسط الحلبة، مما أسعد جمهور ومحبي البطل المغربي جمال بن صديق. تابعوا المقطع إلى النهاية، ولا تنسوا دعمكم للمقطع وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بعد فوز المقاتل الروماني بنجامين ديكبوي على الأسطول المغربي بدر هاري بالضربة القاضية التقنية في نزاله السابق، أراد اليوم استرجاع كرامته بعد أن تمكن المدمر المغربي جمال بن صديق في نزالهما الأخير من تمزيقه بيد واحدة. لكن في نزال اليوم كذلك كان لبن صديق رأي آخر، فقد فاجأه هذا الأخير ببنية جسدية رائعة ولياقة بدنية عالية لم يظهر بهما من قبل، مما جعله أكثر رشاقة وسرعة وأكثر لياقة مما كان عليه. وأخيرا حانت اللحظة الحاسمة، فقد دخل كلا المقاتلين الحلبة بكل حماس وقوة، وأعلن الحكم بداية النزال، فبدأ كلاهما بحذر وهدوء، إذ بدأ المقاتل الروماني بنجامين ديكبوي بتوجيه ضرباته المنخفضة لأرجل بن صديق لإضعافه، لكن سرعان ما تدارك المدمر المغربي الأمر، فبدأ بتوجيه لكماته المباشرة إلى وجه خصمه التي جعلت الرعب يدب في قلبه، مما جعل النزال يكتسي طابع الهدوء لمدة وجيزة، وما هي إلا ثواني قليلة حتى اشتدت نيران الصراع داخل الحلبة. حيث أمطره الجلاد المغربي بلكماته المدمرة وأسقطه أرضا، ولكن رغم ذلك حاول المقاتل الروماني بنجامين ديكبوي النهوض من جديد ومواصلة القتال، ويا له من خطأ فادح، ففور عودته استقبله الجلاد المغربي جمال بن صديق بمجموعة لكمات من الجحيم التي أسقطته أرضا وجعلته جثة هامدة داخل الحلبة. وبعد نهاية النزال طلب المقاتل المغربي جمال بن صديق مواجهة المقاتل الهولندي ريكو فيرهوفن في نزال العودة.